الجزائر تجمد علاقاتها مع إسبانيا. رسميا الجزائر تجمد علاقاتها مع إسبانيا. قررت الجزائر تجميد علاقاتها مع إسبانيا إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز للمملكة المغربية، وتجديد دعمه لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية. وأوردت صحيفة الأنديبندنتي الإسبانية اليوم الخميس 29 فبراير 2024 نقلا عن مصادرها بالجزائر إنه لن يكون هناك أي تقارب جديد بين الجزائر وإسبانيا، وأن كل جهد كان يبذل من قبل في هذا الاتجاه سيتم توقيفه. المصادر الجزائرية لم تخفي تأكيدها على أن جوهر الصراع بين البلدين هي قضية الصحراء المغربية، إذ جمدت الجزائر العلاقة عندما خرجت إسبانيا عن حيادها التاريخي من النزاع قبل قرابة سنتين. ولعل خطاب الرئيس بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اكتفى فيه بالحديث عن دعم جهود الأمم المتحدة في الصحراء، كان قد فتح مجالا لاستعادة العلاقات وأنعش آمالا جزائرية بعودة الحياد الإسباني. ومنذ خطاب سانشيز عادت الجزائر للإفراج عن اتفاقيات تجارية مع إسبانيا كانت قد حضرتها سابقا، كما شرعت في الاستعداد قبل شهر من الآن لزيارة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس. دات المصادر تابعت أن رفض ألباريس الحديث عن قضية الصحراء في هذه الزيارة وإصراره على الاكتفاء بالحديث عن الجوانب الاقتصادية من العلاقات بين البلدين أدى لإلغائها من طرف الجزائر. فشل زيارة ألباريس للجزائر تبعته الزيارة الخاطفة للرئيس شانسيز للرباط الأسبوع الماضي، والتي التقى فيها الملك محمد السادس، ثم الندوة الصحفية التي عقدها بقصر الضيافة بالرباط، كلها عوامل كان لها وقع خاص في الجزائر، تضيف ذات المصادر. وخلصت الصحيفة الإسبانية إلى كون المسؤولين في الجزائر فقدوا الأمل في إمكانية التوصل إلى تحسن في العلاقات مع الحكومة الإسبانية الحالية التي وصلت للتو إلى السلطة، حيث قال أحدهم في تصريح لذات الصحيفة الإسبانية إنه ما دامت حكومة سانشيز في السلطة فإن العلاقات مع الجزائر لن تتحسن.